من أمام ضريح الشيخ الشعراوي رحمه الله. الشيخ الشعراوي يا جماعة لقب بإمام الدعاء لأنه كان يحظى بشعبية كبيرة. من مواليد 1911 قرية دقدوس مركز ميت غمر المنصورة. تميز بشرحه المبسط في تفسير آيات القرآن وشرحه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وللأحاديث القدسية، وكان وزير للأوقاف في فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وكان ليه شعبية كبيرة أوي يا جماعة حول العالم والناس كتير بتحبه. فالشيخ في 1998 كان بيعاني من مرض الربو، وده اللي أثر على حالته الصحية. وفي يوم الأربع دخل عليه ابنه الشيخ عبد الرحيم الغرفة بتاعته، لقاه بيقول أهلا سيدي أحمد، أهلا سيدي إبراهيم، أهلا السيدة زينب، بيتكلم مع أهل البيت. تمام. ألا نستاهل ده كله؟ بعد ما شافهم ألا نستاهل ده كله؟ بعدها نطق الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فارق الحياة. توفي عن عمر 87 سنة. سبب الوفاة مرض الربو. مكان الدفن قرية دقدوس ميت غمر المنصورة. لكل اللي موجود معانا يا جماعة يدعيله بالرحمة والمغفرة. هو صوفي أشعري، كان رأيه في الصوفية إنها تقرب إلى الله عز وجل وزيادة عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجاء لكل اللي موجود معانا يدعيله بالرحمة والمغفرة. الشيخ الشعراوي طبعا كان ليه برنامج يا جماعة، كان ليه برنامج بيجي اسمه خواطر الشعراوي، كان بيجي قبل المغرب ب5 دقايق، بيفسر آيات القرآن قبل أذان المغرب في شهر رمضان رحمة الله عليه.